احنا اليوم بتاريخ 4/5/2014 في مدينة خاركوف في اوكرانيا. انا دابا كندوي بسميتي وبسمية الجالية المغربية كاملة كتلاميذ وكمواطنين مغاربة مقيمين هنايا في الخارج ولا في اوكرانيا. اليوم اوكرانيا شهدت واحد الحادث اللي الصراحة حز في نفوسنا احنا كاملين وكرفصنا كاملين وما عرفناش شنو غادي نديروا، وغادي نجيكم الحديث كامل. اليوم جا الصديق ديالنا من السكن بغى يعوم زعما بحال كاع الناس، الحال سخون بغاو يعوموا، وقع الاشكال وقدر الله ما شاء فعل، السيد غرق. وهذا الشيء لله ما عطى ولله ما اخذ، حنا هذا قدر ديال الله، ما عند بنادم ما غادي يموديفيه فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنطلبوا من الله يرحمه ويا ربي يرحمه ويوسع عليه، ويا ربي تصبر عائلته وتصبر والديه اللي غيسمعوا هذه الاخبار وغتنزل عليهم بحال الفاجعه. انا دابا غادي نعاود لكم كيفاش طرات الحادثه كامله من الاول حتى الاخر. جا السيد غرق كما قلنا، جا الاخ عيط لنا في التليفون، حنا كاع التلاميذ اللي كنقراو معاه وصحابو اللي ساكنين معاه والمغاربه تبارك الله ما شاء الله راهم كثار هنايا، وجاو الاخوان من بعيد ما كيقراوش معنا ما كيعرفوش، تما جزاهم الله خير. جينا لهنا الدراري داروا واحد المحاولات اللي بزاف، يعني تما جزاهم الله بخير باش يحاولوا ينقذوا السيد ديال السباحه وهذا. ولكن الغريب في الامر واللي بقى دارنا حنايا يعني كمغاربه وكمواطنين وكناس كجنس بشري، هو ان هاد الدوله اللي كتسمى اوكرانيا دوله كامله قائمه بذاتها، عندها نظام وعندها برلمان وعندها حكم. مني كنعيطوا للسلطات المسؤوله ولا كنعيطوا للبومبيه والوقايه المدنيه بالعربيه، قال لك اودي حنا ما خدامينش. شوفوا انتم معايا هاد الناس وهاد العالم كامل يسمع هاد الهضره. قال لك اليوم فيري حنا ما خدامينش، مشاو الناس وصلوا معاه بالرشوه حتى 2000 دولار اللي عطوه، وقال لهم لا بارك يشرب هو، قال لهم انا اليوم ما خدامش، يموت اللي بغى يموت ويحيى اللي بغى يحيى. غدا حتى الغدا حنا عاد باش غادي نجيو بحال هذا السيد اللي طايح، راه غادي يبقى قدر صابر حتى الغدا، ولا حوته هو غادي يبقى عايش في الماء. وحنا دابا تجمعنا هنا كاملين كندوا بهذا الشيء اللي وقع، وكنشوفوا يعني كنتمناو من الله يدير خير. ها هما دابا كما كتشوفوا معنا، راه شوف شحال ديال البشر وراه كاينين ما اكثر، يعني الاخوان راه هما بزاف، وكاين بنادم راه غير الظلمه تقريبا راه اكثر من 100 واحد اللي جات، اللي كنعرفوا اللي ما كنعرفوش، مغاربه وعرب وتواركه الاتراك تما الله يجازيهم بخير. قولي ديك نيشطو اللي قال لك داك صاحبنا. والغريب والمساله التي حزت في نفسي ايضا كثر وكثر وكثر، انني مني داوي مع السيد المسؤول قال لي بالروسيه ادين مالتشيك ايطانيشطو، يعني بنا واحد دري واحد راه ما حتى حاجه، فهموها التومه ما عنده حتى قيمه في هذه البلاد. والتومه دابا لكم واسع النظر، التومه كناس كتشوفوا لكم واسع النظر. السلام عليكم. هذا هو اللي شوفها فيه الولد الله يرحمه ويوسع عليه. بعدو شويه الدراري دوزنا شويه الدراري هنا فيشكا دوز كومونتير كيبان والو الدراري كومونتير المهم هذا اللي كيبان هو الواد اللي طاح فيه السيد، واللي كتب لي الله سبحانه وتعالى انه يموت هنايا من نهار، يعني هادشي مكاتب ديال الله. في اخر المطاف كنقولوا رحم الله الفقيد، وهادشي قضاء ديال الله، حنا ما عندنا ما نغيروا، غير هو كيبقى فينا الحال ان الدوله يعني اللي جايين لها وحنا محتاضنانا كطلبه وكناس عرب وككائن انساني بعدا بصفه عامه، لم تحرك ساكنا، وحتى واحد ما داها فينا، وحتى واحد ما عقل علينا. ذكر بالله ما زار حتى واحد. ولحد الساعه ليكن في علم الجميع ان السيد طاح، يحيى ايت حميمر هو الفقيد، طاح مع الساعه الخامسه ولا الساعه الرابعه والنصف، ودابا حنا شحال الساعه الاخوان دابا 12 ديال الليل وباقي السيد لتحت باقي في الماء، وحتى واحد ما عاقل عليه. والناس اللي كانوا مسؤولين جاوا البوليس قيدوا واحد الوراق ما عرفناش واش ديالها، ومشاو راه اللي ناعس في دارو ناعس، اللي بارك يشرب واللي بارك ياكل. وحنا في الاخر كنقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر.